السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وفيديو هنعمل مع بعض الكرواسون الجميل ان شاء الله يعجبكم. انا مطبخ نانا للي ما يعرفنيش، ياريت لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي عندي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وهنعمل مع بعض الكرواسون الجميل بمكونات سهلة وبسيطة جدا، وان شاء الله الطريقة تعجبكم ويطلع معاكم ناجح. ويلا بينا نشوف مكوناتنا اللي هنعمل بيها الكرواسون الجميل ده. اول حاجة هنا معايا معلقة خميرة كبيرة، وحطيت عليها بيضتين وهبدأ اقلبهم مع بعض، وهحط عليهم كمان كوباية من اللبن. حطيت كوباية لبن وبيضتين ومعلقة خميرة كبيرة وقلبتهم مع بعض كده. هسيبهم بقى لمدة 10 دقايق عشان الخميرة تتفاعل مع اللبن. معايا نص كيلو من الدقيق، وحطيت عليه 4 معالق من السكر ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة ملح طبعا. قلبت المكونات الجافة مع بعض، وبعد كده جبت اللبن والخميرة والبيض اللي انا كنت عاملاهم في الاول. بدأت ان انا اعجنهم مع بعض. اهم حاجة في الخطوات بتاعتنا ان احنا نعجن كويس. بعد ما عجنت كله مع بعضه، جبت معايا هنا كوباية كبيرة من الزبدة السايحة وحطيتها على العجينة بتاعتي، وبدأت ان انا اعجن فيها كويس. المهم احنا الاول هنلاقي طبعا شكل العجينة كده متغير ومش ملموم، ما تقلقيش خالص انتي، بس اهم حاجة في الخطوة دي ان احنا نعجن كويس علشان العجينة تطلع معانا سلسة كده وجميلة وبسيطة. بصوا بقى بعد ما عملت الزبدة العجينة طلعت معايا عاملة ازاي، بتتفرد بكل سهولة. واهم حاجة في العجينة بتاعتنا ان هي تكون طرية. بدأت ان انا اقسم العجينة نصين الاول. خدت النص الاولاني فردته، بعد كده بدأت اطبقه على شكل ظرف كده او 4/4 زي ما احنا شايفين. عملت الخطوة دي حوالي 3-4 مرات علشان يطلع مورق معاكي وجميل. وطبعا كل ما بتزودي كل ما بيبقى احسن. وبعد كده هبدأ ان انا اعجن العجينة بتاعتي سوري افرد العجينة بتاعتي على شكل مستطيل. بعد ما فردتها على شكل مستطيل هفضل اقطعها كده 7 و8 بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض كده. ان شاء الله تمشي على الخطوات واحدة واحدة كده هتكون سهلة معاكي. انا جبت الجزء الاولاني حشيته جبنة. طبعا انت اي حشو عندك متوفر مفيش اي مشكلة. عايزة تعمليه سادة من غير اي حشوات عادي جدا. انا بدأت اجيب الجزء الاولاني انا قسمت العجينة نصين. النص الاولاني انا حشيته جبنة زي ما احنا شايفين مع بعض كده في الطريقة. وهبدأ اجيب كده، بصوا بيبقى شكل مثلث معايا، وابدأ افرد احط الحشوة بتاعتي وافرد معايا كده. جيت في النص التاني برضو فردته بنفس الطريقة وقطعته 7 و8 زي ما اوريكم في الجزء الاولاني. الجزء التاني انا حشيته شوكولاتة زي ما قلتلكوا. اي حشو متوفر عندكم تمام، مفيش اي حشوة برضو مفيش اي مشكلة. بدأت ان انا برضو اطبقه بنفس الطريقة كده. بعد الطريقة دي بقى هسيبه يختمر لمدة ساعة او حسب ما هيختمر معانا لمدة قد ايه. هبدأ ان انا اغطيه، وممكن تدخليه الفرن. ممكن نكون مشغلين الفرن ونطفيه وبعد كده ندخله الفرن ياخد درجة الحرارة كده عشان يختمر، واشغل عليه الفرن. وبعد كده هبدأ ان اشغل عليه الشواية وهيطلع معايا بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه مع بعض كده. طبعا اسهل طريقة كرواسون شفناها مع بعض. ان شاء الله الطريقة تكون سهلة وبسيطة، وزي ما انا معوداكم بعمل لكم حاجات سهلة وبسيطة جدا. وانتظروني في فيديوهات جاية ان شاء الله.